كلنا كبشر بلا استثناء بتمر علينا فترات بنحس فيها بالإحباط والضيق والخنقة وعدم الرغبة في الكلام أو عمل أي شيء. بتكون عندنا رغبة قوية إننا نكون لوحدنا، بنفضل الوحدة والبعد عن الناس لأننا بنكون مش مستعدين نتعرض لصدمات أو وجع أو خذلان أكتر، لأننا وقتها بنكون متشبعين بالوجع لدرجة إننا بنفقد قدرتنا على الاحتمال، وممكن ننهار من كلمة بسيطة أو موقف صغير. ودي مشاعر طبيعية نتيجة للضغوط اللي بنتعرض لها كل يوم في حياتنا، واللي أحيانا كتير بتكون فوق قدرتنا على التحمل. لكن مع رحمة ربنا بينا وقوتنا الداخلية بنهدى وبنعدي المشاعر دي مع الوقت بسلام. بنعيش مع نفسنا لحظات صمت وهدوء وتفكير بنتعلم فيها، وبنعرف إن حياتنا زي البحر، فيها مد وجزر، فيها الحزن وفيها الفرح، فيها التعب وفيها الراحة، فيها الدموع وفيها الابتسامة، فيها الضيق وفيها الفرج، فيها الفراق وفيها اللقاء، فيها الكره وفيها الحب، فيها الناس المؤذية وفيها الناس الطيبة. لما بنفهم ده بنهدى ونرجع من تاني لنشاطنا وحياتنا ونكمل. بنعرف إن في لحظات الضعف علينا إننا نصبر ونتحمل، وجوانا أمل في ربنا إننا هنفرح ونجتاز كل المحن، وإن الفرح آتي بإذن الله. وده وعد ربنا لينا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مع وليس بعد. عيش لحظات ضعفك ووجعك، لكن اتعلم منها واخرج منها أقوى. خلي دايما في قلبك الأمل إن عوض ربنا لينا وليك قريب، ورحمته بيك وبينا واسعة.